الله كلياتكم تكونوا بخير وسلام يا رب. وصفتنا لليوم من المطبخ التركي وهي كيكة الكرز. المقادير اللي بنحتاج لهاي الوصفة: كوبين من الطحين، كوبين ونص من الطحين، كوب ونص سكر، 3 حبات بيض، نحتاج لنص كوب حليب، نص كوب زبادي لبن، ونحتاج لكوب إلا ربع زيت، ظرف فانيلا، ظرف بيكنج باودر، ونحتاج لكوب كرز وهو المكون الأساسي. يلا نروح لطريقة التحضير. طبعا بالنسبة للكوب فيكم تستعملوا كوب المقاس، هاد 1 كوب 250 جرام مثل ما شايفين، أو تستعملوا نفس الكوب. مثلا إذا استعملتوا هذا الكوب للسكر تستعملوه لكل المقادير. طبعا هذا 250. يلا نبلش. اول شي نضيف البيض، نضيف السكر، ونبلش بالخفق. هلا بنضيف الحليب، والزبادي، ونضيف الزيت، والفانيليا، والبيكنج باودر. وبنخفق المكونات كلها لحتى يتجانسوا. بنضيف الطحين أول كاس وبنخفق. بنضيف الكوب الثاني، النص كوب، نخلطهم. نخلطهم أول شي، بعدين نخفقها بالخفاقة الكهربائية أو تخفقوها اليدوية. هلا بنخفق. وهيك صارت عندي جاهزة بهذا القوام خليط الكيك. اي قالب متوفر عندكم حطيت له ورق الزبدة، رح ضيف نصف كمية الخليط. بسم الله. بنوزعها بشكل جيد. هلا عنا الكرز، بنضيف حبات الكرز. طبعا الكمية اختيارية، عندي هون كوب كرز، كنت تقللوا هذا حسب الرغبة، لكن هو المكون الأساسي الكرز، فلازم يكون كمية فيها كويسة.
بتوزعوها بشكل عشوائي مثل ما شايفين هذا الشكل. هلا بنضيف باقي الكمية. بسم الله. بنوزعها بشكل جيد، وهيك وزعنا نص خليط الكيك الباقي على حبات الكرز مثل ما شايفين. راح ندخلها للفرن على درجة حرارة 160، تاخد من نص ساعة ل35 دقيقة، طبعا حسب حرارة كل فرن. وهيك صارت عنا جاهزة. بنرش عليها شوية سكر بودرة، وهيك وصفتنا لليوم كيكة الكرز من المطبخ التركي صار عنا جاهز. ان شاء الله ينال اعجابكم الوصفة. لا تنسوا تعملوا لايك وشير للقناة. ان شاء الله الف صحة وهنا. هلا بنقطعها. بنشوفها من جوا مثل ما شايفين طرية كتير.